أهلا بيكم في حلقة جديدة من كنبة الحواديت. النهاردة هنحكي سوا وهنتكلم في الوقت اللي ساعات بيجي على كل واحد فينا ويحس فيه إنه خلاص بقى عايش محني، كل الطرق مقفولة قدامه من كل اتجاه وبقى مش عارف يلاقيها منين ولا منين، زي ما بنقول كده بالبلدي. ووقتها بيعيش فترة إحباط مفيش حد يقدر يحسها ولا يفهمها غيره، بسبب كم المشاعر السلبية اللي بيعيش بيها أو بيحس بيها. وساعتها بيبقى ناسي حاجة مهمة جدا، إن حتى لو الطرق كلها اتقفلت قدامه أو كل الناس بعدت عنه وبقى عايش لوحده ومفيش حد يهمه أمره ولا يهمه كل اللي بيمر بيه، بيفضل موجود أهم حد في الحياة مستنيه إنه يجري عليه، وهو فاتح حضنه ومستنيه بكل الحب وكل الدعم اللي في الدنيا دي. والدعم والحب ده مش هيلاقيهم عند أي حد تاني. يا عزيزي، أقصد ربنا اللي وقتها بيكون مستني جرينا عليه علشان يشيل من على كتفنا كل الحمل اللي شايلينه ويسندنا وقت وقعنا ويقومنا من تاني. يقومنا بقلب الأب اللي بيحب عياله، ويقومنا وهو مستني إننا نرجع لحضنه من تاني، علشان وقتها ينفض من علينا كل اضطراب الحزن والإحباط ويرجع ينور قلوبنا من تاني بتعويضه وبحنيته. في المزمور، لو جينا قرينا كده في مزمور 42 وبالتحديد العدد الخامس، نلاقي الكتاب بيقول: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يعني لما تلاقي نفسك منحنية وبتأن جواك، فكرها إنها مش لوحدها ولا عايشة في الحياة دي بطولها، لكن قول لها تستنى ربنا وتترجاه، وهو هيقومها من تاني. ولما تنده عليه بالإيمان هتشوف ربنا وهو بيسندها وبيقومها وبيخلصها من حزنها وتعبها، وبيسندها وبيعوضها عن كل الناس اللي سابوها وتخلوا عنها، ويعيد جواها الفرح اللي طفته الأيام والتجارب من تاني. وتفتكر بعدها من كل التجارب دي بس إيد ربنا اللي سندت وخلصت، وتنسى كل حزن وكل تجربة صعبة مرت بيها وقت من الأوقات. ما تركزش على الأبواب اللي مقفولة، لكن ركز على إيد ربنا اللي هتسندك وتفتح قدامك باب جديد ما كنتش تتخيل في يوم إنه يتفتح قدامك. ونتقابل على خير الحلقة الجاية.